كتير من حضراتكم شاف الفيديو ده، بس الاغلب ما يعرفش قصتهم ايه وعملوا ايه والمحكمة حكمت عليهم بايه. ده اللي هنعرفه لحضراتكم في حلقة النهارده. هو ده اللي شاف وجري، ده اللي وقف معاه لغايه لما خلصت، ده اللي كان بيه ساعدني في مسك رجلي. انا مش خايف اشيلها لوحدي، انا لو عايز اروح عند ربنا وقت انا ممكن احلل نفسي، اقرب سكينه وهدكيها. اللي في النص ده شاب اسمه مصطفى، واسم الشهرة بتاعته مجاري. اتولد في مركز أوسيم بالجيزة. نزل الشغل من وهو عنده 8 سنين، اشتغل في محلات وورش كتير. اهم حاجة عند ابوه ان هو كان يرجع البيت بفلوس. طبعا اتحرم من التعليم لحد ما سنه وصل ل 17 سنة. مصطفى كان قلبه حديق وما كانش بيخاف من حد. وفي يوم اتخانق مع 3 شباب تانيين. العيال دي كانوا الأشقية بتوع المنطقة. مصطفى قدر لوحده انه يعلم عليهم وعور منهم واحد، وبقى في عداوة كبيرة بينه وبين العيال دي، بس هم حاولوا كتير معاه وما قدروش عليه. في الآخر اتصالحوا مع بعض وكونوا مع بعض عصابة. وطبعا مصطفى كان هو الكبير بتاع العصابة دي، وكان معاه يوسف محمد عمر وشهرته كلبز، وكان برضو معاه علي خالد وشهرته حريقة، وسامي محمود. والتشكيل بقى ده اتفنن في الجرائم المختلفة زي سرقة الناس مثلا. كانوا بيركبوا موتوسيكلات ويخطفوا الشنط والسلاسل من الستات، او انهم يقفوا في مناطق مقطوعة بالليل ويثبتوا الناس بالمطاوي اللي معاهم وياخدوا منهم كل اللي معاهم، فلوس او موبايلات او اي حاجة. وفضلوا على كده سنة واتنين وتلاتة، لحد ما في يوم مصطفى قال لهم انه عنده مصلحة حلوة فيها قرشين حلوين. قال لهم ان في ناس بعتوله ان هم عايزين كلاب نادرة، والكلاب النادرة دي بيبقى سعرها غالي جدا. وهو سأل وعرف ان في واحد عنده مزرعة كلاب وهيهجموا عليها وياخدوا كلب ولا 2 من الكلاب دي، وعشان الكلاب دي سعرها غالي جدا هتبقى مصلحة حلوة. ومزرعة الكلاب دي واللي كان عين مصطفى عليها دي بتاعت واحد اسمه أحمد منتصر، وكان عنده في الوقت ده 24 سنة، شاب محترم ومتربي. أحمد كان عنده هواية تربية الكلاب النادرة دي، لحد ما الموضوع كبر معاه واتطور وبقى عنده خبرة كبيرة في الأنواع والسلالات النادرة بتاعت الكلاب دي، لحد ما والده اشترى له حتة أرض وعملها مزرعة للكلاب النادرة، ووصل لشهرة واسعة في الجيزة وفي مصر كلها. وبقى كل الناس الأغنياء والمشهورة والفنانين يروحوا له ويشتروا أنواع الكلاب دي. مصطفى بقى والعصابة بتاعته طلعوا عشان العملية دي، وهم ماشيين قابلوا توك توك. السواق بتاعه عيل غلبان، المهم هددوه وثبتوه بالمطاوي اللي معاهم، وقالوا له ان هو لازم يوصلهم للمكان ده، وبعد ما يخلصوا المصلحة دي هيبقى يسيبوه يمشي. طبعا الواد ما قدرش يرفض، وللأسف راح معاهم. واتحركوا على الساعة 1:30 بالليل، وطلعوا بالتوك توك في وسط الأرض الزراعية لحد ما وصلوا للمزرعة بتاعة الكلاب. ونزلوا هم الأربعة ولفوا من ورا السور بتاع المزرعة علشان ينطوا من ورا في المزرعة، بس السور كان عالي فما كانش هيعرفوا ينطوا كلهم. مصطفى قال لهم شيلوني انا نط، ولما انزل جوه في المزرعة هبقى افتح لكم الباب من جوه بعد كده. وفعلا نط ودخل جوه المزرعة وفتح لهم الباب من جوه، وبدأوا يدخلوا من باب المزرعة. وبالراحة اتسحبوا ودخلوا على اماكن الكلاب. لقوا اول كلب مربوط لوحده، فكوه وسحبوه بره المزرعة وربطوه في التوك اللي كان معاهم. وهنا بقى العيال قالوا لمصطفى يلا بينا نمشي، بس هو قال لهم احنا عايزين كلب ولا 2 تانيين، احنا هنمشي بكلب واحد عشان المصلحة تبقى حلوة. وراحوا داخلين تاني جوه المزرعة. المرة دي بقى لما راحوا ناحية اماكن الكلاب فتحوا مكان كده لقوا فيه شوية كلاب، بس الموضوع ما كانش سهل لان الكلاب دي بدأت تهوهو بصوت عالي جدا. في الوقت ده احمد منتصر صاحب المزرعة قلق من النوم وصحي. هو بيبقى مبيت في المزرعة، عنده أوضة كده عاملها في المزرعة بينام فيها. لما سمع صوت الكلاب صحي من النوم، فتح الباب بتاع الأوضة بتاعته، لقى الأربعة دول في المزرعة عند الكلاب. صرخ وزعق وقال لهم انتوا مين وبتعملوا ايه وعايزين ايه؟ هنا بقى مصطفى وكلبز زقوه ودخلوه جوه الأوضة بتاعته. مصطفى قال له بطل صريخ وزعيق واهدى على نفسك كده شوية، انت عليك فلوس لحد وهو مش طايلها منك واحنا جايين علشان ناخدها. قال له فلوس ايه يا ابني؟ انا معليش فلوس لحد. وبدأ بقى ان هو يزق فيهم وعايز يتخلص منهم ويطلع لبره علشان يزعق ويستغيث بأي حد. للأسف بقى في الوقت ده مصطفى خاف احسن يفتضح امرهم، فراح مطلع المطوة اللي معاه وطعنوا بيها اول طعنة. كانت طعنة شديدة شوية، على طول احمد انهار ووقع في الارض، بس كان لسه في الروح.
فعلي حريقه اللي كان معاهم لما شاف الوضع كده انه دخل في الغميق والواد اتضرب بالمطوه، على طول طلع يجري لبره المزرعه. احمد منتصر كان لسه في الروح. مصطفى وكلبز لما شافوه انه لسه عايش خافوا ساعتها انه يفضل عايش ويكشفهم ويبلغ عنهم ويتقبض عليهم. في الوقت ده خدوه وشالوه وحطوه على السرير، وكلبز مسك رجليه، ومصطفى للاسف قعد يطعن فيه ويضربه في كل حته في جسمه، وضربه كمان بالمطوه في وشه في كل حته. تخيلوا طعنوا اكتر من 8 9 10 طعنه. لما اتاكدوا انه فارق الحياه بسرعه طلعوا بره المزرعه وركبوا التوك توك، ومن كتر التوتر والخوف اللي هم كانوا فيه نسوا ياخدوا اي كلاب تاني، ما خدوش الا الكلب اللي كان معاهم واللي هم طلعوه في الاول. وبعد كده كل واحد روح لبيته ومشوا الواد بتاع التوك توك وهددوه انه لو قال اي حاجه لاي حد او اي حد عرف اي حاجه هيموت. مصطفى روح وخد الكلب معاه البيت. عدى كام يوم على اللي حصل من غير ما حد يكتشف حاجه، لان احمد متعود انه يبيت في المزرعه لوحده، وطبيعي ان ما حدش يسال عنه المده دي. لحد ما في اليوم الخامس ابو احمد بيرن عليه ما بيردش، يمكن عنده شغل ولا حاجه. كل شويه يرن ما يردش، تاني يوم يرن ما يردش، لا كده كتير في حاجه مش مظبوطه. اضطر الاب انه يروح لابنه المزرعه. اول ما راح لقى باب المزرعه الكبير مفتوح، دخل على الاوضه بتاعه ابنه اللي بيبيت فيها وفتح الباب، اتصدم من منظر ابنه على السرير. الراجل عقله كان هيروح، ما كانش مصدق اللي شايفه ومش مستوعب وحاسس انه بيحلم وده كابوس. فضل في الوضع ده فتره حوالي نص ساعه لحد ما بدا يفوق على الكارثه والمصيبه اللي هو فيها. اتصل بسرعه على الشرطه واللي حضرت للمكان وفحصت جثه احمد واللي كان ليها ريحه وبدات في التعفن، وده لان الموضوع عدى عليه اكتر من يوم. كل متعلقات احمد كانت معاه، محفظته، موبايله، يعني الدافع بتاع ورا اللي حصل ده اكيد مش السرقه. تم احاله الجثه للطب الشرعي لبيان سبب الوفاه، ولما التقرير بتاع الطب الشرعي وصل ووضح طريقه القتل وكميه الطعنات الكتير اللي كانت في الجسم واللي في الوش، هنا رجال الامن اعتقدوا ان الموضوع فيه انتقام لسبب ما. فسالوا الاب ابنك كان ليه اعداء مع حد، عامل مشاكل مع حد؟ قال لهم لا، ابني ما عمره عمل مشاكل مع حد او كان بيتخانق مع حد، ابني محترم ما بيزعلش حد منه. لما فحصوا تليفون احمد وجدوا انه اخر مكالمات ليه مع 2، والمثير ان الاتنين دول اخوات، واحد اسمه اشرف عرفه والتاني اسمه شريف عرفه. قالوا بس يبقى في مشاكل معاهم وهم اللي عملوا كده. بس لما اتقبض عليهم وبمحاولة الضغط عليهم اتضح انهم مش هم اللي عملوا كده، وكل الحكاية ان دول 2 اخوات واخوات الفنانة منى عرفة، وكانوا بيتصلوا بيه علشان هي كانت عايزة تشتري كلب في الوقت ده. مصطفى واصحابه بقى كانوا عارفين وكانوا بيسمعوا ان المباحث منتشرة في المنطقة علشان تعرف اي معلومات او توصل لحاجة عن الفاعل في جريمة احمد منتصر اللي هي مزرعة الكلاب. فمصطفى خاف احسن حد يشوف الكلب ده عنده او المباحث تعرف حاجة عنه وهنا يتكشف كل حاجة. فجات له فكرة انه لازم يتخلص من الكلب ده، بس هيعمل فيه ايه؟ فاجتمع هو واصحابه وفكروا مع بعض انهم لو باعوا الكلب ده ممكن اللي يشتريه يبلغ عنه، وما ينفعش ياخدوه ويسيبوه في اي حتة احسن يهوهو وحد يشوفهم ويكشفهم. فقرروا انهم لازما يتخلصوا ويموتوا الكلب ده علشان ما يسيبوش حاجة وراهم تكشفهم. وفعلا جابوا الكلب وفكوه من السلسلة بتاعته وقاموا بخنقه وموتوه وحطوه في شوال وخدوه بالليل ورموه في احدى الترع. المثير بقى انهم هم بيرموا الكلب ده احد الاشخاص شافه وراح بلغ الشرطه انه شاف 4 اشخاص بيتخلصوا من حاجه في الميه وشكلها انها جثه. على طول الشرطه اتحركت للمكان ده واللي تم التبليغ عنه وتم ضبط الشوال وفحصه. اتضح ان ده كلب، بس مش كلب عادي، ده كلب من كلب غالي. وفي الوقت ده بقى رجال المباحث كانوا لسه شغالين على القضيه بتاع مزرعه الكلاب، فقالوا اكيد في علاقه بين الكلب ده واللي حصل في مزرعه الكلاب. فعلى طول جابوا ابو احمد وعرضوا عليه الكلب ده وقال لهم ايوه الكلب ده من المزرعه بتاعتنا ومن الانواع النادره واللي بيشتغل فيها احمد الله يرحمه. هنا بقى المباحث رجعت الكاميرات اللي كانت في محيط المكان اللي لقوا فيه الكلب ده وشافوا العيال اللي رمت الشواء في المكان، وبداوا في تتبع خط سير العيال دي لحد ما وصلوا لهم وعرفوهم كلهم وطب القبض عليهم. وفي الاول انكروا وقالوا انهم ما يعرفوش حاجه وكانوا مظبطين الكلام مع بعض ان ما حدش فينا هيعترف. بس لما الشرطه بقى فتشت بيت مصطفى وعثروا على السلسله بتاعت الكلب واللي كمان اتعرف عليها ابو احمد انها فعلا تخص الكلب ده وان الكلب ده من فصيله نادره
ومن الكلاب بتاعة المزرعة بتاعة أحمد ابنه. تم مواجهة مصطفى بالأدلة دي كلها، وبعد الضغط عليه اعترف بكل حاجة، وزي ما جه في الفيديو اللي عرضناه وقال على اللي حصل بالظبط وعلى دور كل واحد. وتم إحالتهم للنيابة العامة والمحاكمة الجنائية، وتم إصدار حكم المحكمة العادل عليهم. مصطفى اتحكم عليه بالإعدام شنقا وحريقة 25 سنة، ويوسف ومحمد ولأنهم ما كانوش كملوا 18 سنة اتحكم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة. وسواق التوك توك خد براءة لأنه ما كانش ليه ذنب في أي حاجة. نتعلم من القصة دي إن حتى لو اتحطيت في ظروف صعبة ما تختارش الطريق السهل والغلط والحرام، لازم تجتهد وتواجه ظروف الحياة وإن شاء الله ربنا هيكرمك. مصطفى بعد ما كان راجل مجتهد وبيشتغل في محلات وورش اتحول لمجرم وقام بإنهاء حياة شخص بدون ذنب، والحمد لله نال عقابه واللي يستحقه، وده برضه هيكون عقاب أي حد يمشي في نفس الطريق. ربنا يرحم أحمد ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.